ايه الفرق بين المهندس والمعماري؟ احنا عندنا في الوطن العربي، في مصر طبعا واغلب الدول العربيه، هو اسمه مهندس معماري. هو في معماري اركتكت، وفي مهندس معماري. ده حاجه تانية خالص. مهندس ده مسؤول انه ينفذ، ما صح، يصممش. مضبوط، صح. اوكي، فانا عايز حضرتك تكلمني على التجربه بتاعتك بره، هم ازاي بيفرقوا بين الشغلانتين؟ المعماري الديزاينر، احنا بيسموه بالانجليزي ديزاينر، مصمم، بيحط فكره. المهندس المعماري بياخد الفكره دي ينفذها. يعني في مصطلح انجليزي بيسموه buildability، يعني قابليه التنفيذ. انت خدت الفكره وحولتها الى مخططات، رسومات قابله للتنفيذ، هياخدها بقى العامل العادي خالص البسيط ويشتغلها وينفذها. فالمعماري مش مفروض انه يشغل باله بطريقه التنفيذ. هم وجهين لعمله واحده. انا مش بتكلم على المهندس المدني خالص ولا مهندس ميكانيكا وكهرباء، بتكلم على لسه احنا في الفكره اللي هي بيسموها في الاول افون بروجي. انت مم. عندك فكره تصميميه، شخبطه بالايد، اترسمت بقلم رصاص، ممكن حتى على ورق منديل الكلينكس او حاجه زي كده. برج العرب اتصمم، برج العرب في دبي اتصمم على منديل في رحله قطر. الراجل المهندس الايرلندي اللي صممه حط فكره وخلاص واتعملت. فالمهندس المعماري بينفذ الفكره اللي بيحطها المصمم المعماري، بيحولها الى مخططات ورسومات قابله للتنفيذ.